اي حاجه جديده دايما هتلاقيها بتحصل في الكوره، هتلاقيها دايما بتحصل في الدوري المصري. احنا دايما منفردين ومتفوقين على اي حد، سواء بقى بالايجاب بالسلب، دي حاجه ما تخصناش. امبارح استكملت مباراه بيراميدز وسموحه، المباراه اللي كانت انتهت من كام يوم بالتعادل 1-1، وكان ما استكملش الشوط الثاني لظروف قهريه، اللي هو حصلت حريقه في الملعب وغرفه الكهرباء حصل فيها مشكله. طبعا رابطه الانديه طلعت قرار بعديها بكام يوم. المفروض كان بيراميدز راح تقابل زد اف سي، وكان سموحه رايحه بالبنك الاهلي، وكل واحد بيدرس الفرقه اللي رايح يقابلها. طلع قرار من رابطه الانديه: لا يا باشا، انت عندك قرار ان انت تروح بكره في برج العرب، وهتلعب نص مباراه، هتلعب شوط واحد بس. ماشي، ملناش دعوه بقى انت كنت مرتب لمين، مذاكر لمين، بتدرس لعيب مين، ملناش دعوه. انت هتلعبوا ايه؟ الشوط اللي ناقص ده، بعد كده المباراتين دول هنشوف لهم حل بعد كده. وده اللي حصل فعلا امبارح، والمباراه اتلعبت، او الشوط اتلعب. وعلى فكره كان شوط واحد امتع من المباراه كامله. الشوط كان ممتع جدا اللي يتفرج على المباراه. بس الحمد لله ان المباراه انتهت بفوز بيراميدز، لان لو بيراميدز كانت عادل او كان خسر، كنت هتسمع بقى كميه تعليقات ملهاش لازمه بقى: الاستثمار في مصر، وانا كنت المفروض رايح اقابل زد وده عشوائيه، ورابطه الانديه ومجامله الاهلي والكلام اللي انت عارفه ده. فقول لي رايك، لو انت كنت شايف ان لو بيراميدز فاز كان هتحصل مشاكل زي كده، ولا لا كان هيلتزموا الصمت وكان خلاص مباراه وعدت؟